السلام عليكم، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. انا عارفة ان انتوا اتعودتوا معايا على محتوى الجرايم العربي، بس الفترة اللي فاتت لاحظت ان في مواضيع غريبة وغامضة بتشدني جدا، وقلت ليه ما شاركهاش معاكم. النهاردة هنجرب مع بعض نوع جديد من حكايات عن امراض نادرة وغريبة وممكن تكون اخطر من الجريمة نفسها. وصدقوني الرعب المرة دي مش جاي من انسان، الرعب جاي من المرض وجاي من جسم الانسان. لو النوع ده من القصص عجبكم قولولي في الكومنتات عشان استمر فيه، ولو حابين ان احنا نخلط بين النوعين، بين الجرائم العربية وبين المواضيع الغريبة والغامضة اللي احكيلكوا عنها النهاردة، فقولولي برضو عشان عادي جدا ممكن اعمل الاتنين. واتمنى ان الحلقة الاولى من المحتوى الجديد تعجبكوا زي ما عجبتني انا شخصيا، ويلا بينا نبدأ الحلقة. في شهر أكتوبر سنة 2004 بنت عندها 15 سنة فاقت فجأة في نص الليل وهي مرعوبة جدا، ما كانتش عارفة هي فين. الأوضة كانت ضلمة قوي لدرجة إن هي ما كانتش شايفة أي حاجة، ولما حاولت تتحرك اكتشفت إن هي مش قادرة، كانت حاسة إن هي مشلولة. حاولت تهدي نفسها عشان تسمع أي حاجة تعرفها هي فين أو إيه اللي بيحصل، لكن كل اللي كانت سامعاه أصوات غريبة، أجهزة بيطلع منها صوت صفارة كده بشكل مقلق. ساعتها الرعب مسك في البنت دي، هي حست إن هي محبوسة جوه جسمها ما كانتش عارفة ليه. فيلا بينا بقى نتعمق أكتر عشان نعرف إيه بالظبط اللي حصل للبنت دي. يوم الاثنين الصبح في شهر أكتوبر سنة 2004 جينا جيسي البنت اللي عندها 15 سنة ركبت الأتوبيس للمدرسة اللي موجودة في ولاية ويسكنسن. وأثناء ما الأتوبيس كان ماشي داس في حفرة صغيرة، هي حست بمغص في بطنها. هي كان عندها مغص طول الصبح، ما أكلتش غير قطعة صغيرة قوي من التوست اللي مامتها عملته لها على الفطار. في العادي جينا كانت بتقول إن هي بتاخد أي عذر عشان تغيب من المدرسة يوم الاثنين، بس النهاردة كان مختلف، كانت بداية أسبوع العودة للمدرسة في المدرسة بتاعتها الثانوية، وكانت مستنية قوي اليوم ده من آخر أجازة الصيف. ودي كمان كانت أول سنة ليها في فريق الكرة الطائرة، ودي كانت حاجة كبيرة لطالبة في تانية ثانوي. جينا ما كانتش عايزة إن هي تفوت التمرين بتاع الماتش الكبير ده ضد المدرسة المنافسة اللي هيكون يوم الخميس. لما الأتوبيس وقف في ساحة انتظار المدرسة، جينا أقنعت نفسها إن هي تبقى كويسة أول ما تشوف أصحابها وتروح الحصص بتاعتها، بس أول ما قامت من مكانها حست بتقل وكسل، كأن في حاجة بتشدها لتحت. بدأت إن هي تستخدم كل طاقتها عشان تقدر إن هي توصل للفصل بتاعها، وقضت باقي اليوم بتحاول تبقى صاحية لحد ما يجي الميعاد بتاع المروح. وبالليل وهي بتتفرج على التلفزيون جينا حست إن في شكة كده في دراعها، هزته، بس الشكة دي كانت مش بتروح. قالت لنفسها إن هي أكيد جالها برد، محتاجة بس إن هي تنام كويس وإن هي تاخد أي دواء، وبعدين هتصحى وتلاقي كل حاجة كويسة. فراحت نامت وما أخدتش وقت طويل عشان تروح في النوم نوم عميق، بس لما صحت تاني يوم الصبح ما حسيتش بأي تحسن. وبالفعل مع مرور الأسبوع حالة جينا ما تحسنتش خالص، ولحد يوم الخميس كانت لسه مرهقة، بتحس بألم في جسمها كله. بس النهاردة كان يوم الماتش اللي هي كانت مستنياه، وجينا ما كانتش هتفوته. قومت نفسها من السرير بالعافية، بس لما مدت إيديها عشان تاخد الروب بتاعها دراعها كان تقيل جدا. بس هي عدت الموضوع، أخدت نفس عميق وراحت الحمام. وبعد كام ساعة جينا خدت مكانها في ملعب الكرة الطائرة، حست بشوية دوخة بس قالت لنفسها ده مجرد توتر قبل الماتش، عادي بيحصل لي دايما قبل أي ماتش. المدرجات كانت مليانة بالمشجعين اللي بينادوا باسم الفريق بتاعها. ولما الماتش بدأ الفريق المنافس ضرب الكرة من فوق الشبكة، واحدة من زميلات جينا مسكتها وضربتها ناحية جينا عشان تلعبها بسهولة. كل اللي كان على جينا تعمله إن هي تضربها من فوق الشبكة. بس لما الكورة قربت منها جينا شافتها مزدوجة، فجأة كانت شايفة كورتين بيطيروا ناحية وشها، غمضت عينيها مش عارفة تضرب أنهي واحدة فيهم، ونطت وضربت الهوا. في الوقت ده الكرة جت في ايديها بقوة وحست بألم فظيع في دراعها، بس ما اهتمتش لأنها عملت اللي عليها ورجعت الكرة. وهنا المدرجات بدأت إن هي تهلل لأن جينا جابت النقطة. هي ابتسمت، غمضت عينيها كام مرة، وبعد لحظات الرؤية المزدوجة دي اختفت، واخدت نفس طويل واطمنت إن هي تكون أحسن. وبعد الماتش
جينا خرجت مع زميلاتها عشان يحتفلوا، ولما وصلت البيت كانت نسيت موضوع الرؤية المزدوجة ده اللي كان موجود في أول الماتش. دراعها كان وجعها شوية من الكورة اللي اتضربت فيه، بس كانت حاسة إن هي بقت أحسن. وتاني يوم الصبح جينا ما صحتش على صوت المنبه وفاقت متأخر. حاولت إن هي تقوم بس جسمها كله كان بيوجعها ووشها كله كان سخن، سنانها كانت بتخبط في بعضها وكانت حاسة إن هي عطشانة قوي، كانت محتاجة إن هي تشرب مية بشدة. نزلت رجلها من على السرير وبعدين اندفعت عشان تقوم وكانت خلاص هتقع. كل مفاصلها كانت وجعاها لدرجة إن هي مش قادرة تحركها، مكانتش قادرة فعلا إن هي تمشي. حست إن هي عاملة زي عروسة ميكانيكية البطارية بتاعتها خلصت. جينا وقعت على السرير بتاعها تاني واتصلت بباباها جون عشان يساعدها. هو جري على فوق وجي يساعد بنته عشان تقوم من السرير. جينا حطت ايديها حوالين كتفه وهو سندها لحد ما وقفت على رجليها. هو كان فاكر ان هو لما يغسل لها وشها وكده ان هي هتفوق، بس بعدين اكتشف ان الموضوع اكبر من كده بكتير. جون بدأ ان هو يصرخ باسم مامتها وقالت تتصل فورا بالدكتور بتاع الاطفال بتاع جينا. الأم كلمت الدكتورة على طول وحددت ميعاد وساعدت جون إن هما يلبسوا جينا، وبعدين بدأوا يسندوها لحد العربية. جينا كانت مش قادرة إن هي تمشي في الوقت ده، جسمها كله اتشل. وأثناء ما كانوا في الطريق في حاجة أفظع بدأت تحصل لجينا. دراعها الشمال بدأ إن هو يتنفض كده، مش قادرة إن هي تسيطر عليه، عمال يتحرك بقوة، مش عارفة إيه اللي بيحصل. مامتها مسكت إيدين جينا التانية وكان باين على مامتها وباباها إن هما مرعوبين. جينا في الوقت ده هي مش فاهمة ايه اللي بيحصل لها، ايه اللي بتمر بيه ده. هي كانت فاكرة ان هي عندها برد. وبعد أقل من ساعة جينا كانت في عيادة الدكتور بتاعها. الدكتور عملها تحاليل دم، أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي، وبعد ما خلصوا ودوها أوضة كشف عشان تستنى النتائج. هي كانت بترتاح شوية قاعدة ومنتظرة النتيجة. ايديها كانت لسه برضه بتتنفض من غير ما تقدر تسيطر عليها. فمها كان جاف جدا، كانت عمالة تشرب في مية كتير، وبالرغم من كمية ازايز المية اللي خلصتها شعورها بالعطش ده كان مش بينتهي ابدا. وفي الاخر في حد خبط على الباب. دكتور جينا دخل الأوضة، شكله كان هادي بس جينا شافت في عينه إن في حاجة غلط. قال لجينا وأهلها إن في حاجة بتخلي جينا تعبانة قوي، بس هو لسه مش عارف إيه هي. تحاليل دم جينا طلعت سليمة. دكتور المخ والأعصاب ملقاش أي حاجة في الأشعة المقطعية برضو. جينا ما كانتش فاهمة ده معناه إيه، يعني كله بيقول إن أنا كويسة، طب إيه اللي بيحصل لي؟ في الوقت ده اللعاب اللي في فمها بدأ إن هو ينزل بكميات هي مش قادرة حتى إن هي تسيطر على بقها وتمنع اللعاب ده من إن هو ينزل. والطبيب قال إن جينا لازم تشوف طبيب متخصص في مستشفى أكبر في ميوكي اللي كانت على بعد حوالي 80 كيلو من المستشفى بتاعتهم، وإن هي لازم تروح فوراً. وبعد دقايق جينا اتحطت في عربية إسعاف. أهلها مسكوا إيديها وودعوها وقالوا لها إنهم هيجوا وراها على طول. وأثناء الرحلة للمستشفى جينا حست بدوخة، وكل اللي كان بيمر في دماغ جينا في الوقت ده وهي في الطريق للمستشفى إن هي بتتمنى إن الدكتور اللي موجود في المستشفى الأكبر يفهم حالتها، يقول لها هي عندها إيه، حتى لو عندها مرض وحش، المهم إن هي تفهم فيه إيه. وبعد لحظات جينا راحت في النوم. واللي جينا فاكراه بعد كده إن هي صحت في أوضة مستشفى بيضة تماما، وكان في لمبات نيون في السقف وجع عينيها قوي. ممرضة دخلت عشان تقيس ضغطها وسألتها لو هتقدر إن هي تقوم. جينا نزلت من السرير بتاع المستشفى وبعدين وقفت ساكنة تماما، جسمها بدأ إن هو يتنفض بعنف. الممرضة مسكتها قبل ما تقعد على الأرض وساعدتها إن هي تقعدها على كرسي متحرك. بس في الوقت ده جينا بدأت إن النظر بتاعها يبقى رؤية مزدوجة برضو زي اللي حصل لها بالظبط في الماتش. جينا بتقول إن في الوقت ده الممرضة كانت بتبصلها بنظرة تعاطف، يعني كانت صعبانة عليها قوي، وقالت لها ما تقلقش، وإن دكاترة المخ والأعصاب المشهورين جدا هيجوا دلوقتي ومعاهم النتائج بتاعة تحاليلها. دكتور رودني والبي كان في المكتب بتاعه لما وصلت نتائج التحليل بتاعة جينا، وبعد دقايق قليلة بدأ إنه يقرأ النتائج دي وأعاد قراءتها أكتر من 10 مرات. وكان الدكتور المسؤول عن حالتها وكان لازم يكون متأكد تماما من اللي بيشوفه. هو كان دكتور لأكتر من 20 سنة، بس دي كانت أول مرة يقابل حالة زي دي، ودلوقتي كان هيقول التشخيص الأسوأ في حياته المهنية. بقلب حزين خرج من مكتبه ودخل أوضة صغيرة اللي كان أهل جينا مستنيينه فيها.
آن وجون قاموا عشان يسلموا عليه. كان باين عليهم الأمل، واثقين فيه إن هو طبيب مشهور هيقدر إن هو يعالج بنتهم. دكتور رودني بدأ إن هو ياخد نفسه وبلغهم بالخبر. قال لهم إن جينا أصيبت بمرض سريع وقاتل بيقتل تقريبا 60,000 شخص كل سنة، ورغم إن في تطعيم جينا كانت في مرحلة متأخرة قوي عشان التطعيم ده ينفعها. مفيش حد في التاريخ قدر إن هو ينجو من المرض ده لما وصل للمرحلة بتاعت جينا. دكتور رودني قال لأهل جينا إن على مدار 24 ل 48 ساعة الجايين أعضاء جينا هتقف تماماً عن العمل وقلبها هيقف. في المرحلة دي كل اللي يقدروا يعملوه هم إن يخلوها مرتاحة تماماً لحد ما للأسف تموت. من النظرات بتاعت آن وجون الفارغة، دكتور رودني قدر يشوف إن كلماته الفظيعة دي هم لسه مش مستوعبينها. بعدين آن انهارت في حضن زوجها وهي بتعيط. جون طلب من دكتور رودني حل، لازم يكون في حاجة يقدروا يعملوها. يعني إيه طبيب مش قادر إنه يعالج مريضة المفروض إن هي بصحة جيدة؟ بس هو هز دماغه بالنفي وقال إن مفيش طريقة لهزيمة المرض ده. بعدين سابهم لوحدهم مع بنتهم. في الوقت ده جينا كانت بتفقد الوعي وبتستعيده تاني. الدكتور قدر يعرف إن هي ما كانتش واعية كفاية عشان تفهم اللي بيحصل. كان من محزن جدا إن مفيش حاجة يقدر فعلا إن هو يعملها عشان يساعدها. بس بعد ما قال لهم الخبر ده، رودني كان بيلاقي صعوبة في تقبل مصير جينا. اتصل بمركز مكافحة الأمراض قبل ما يمشي من مكتبه. كان عارف إن هو احتمال ضعيف ماشي تمام، بس كان عايز يعرف لو في أي بحث جديد، أي حد اكتشف حاجة ممكن إن هو يقدر ينقذ جينا بيها. بس المركز ده ردوا عليه وقالوا له لأ، للأسف لحد الوقت ده مفيش أي حاجة جديدة قدرنا نوصل لها. بس دكتور رودني كان مش مقتنع بالكلام ده. قرر إن هو يعمل بحث بنفسه. بالليل قضى ساعات طويلة وهو بيدرس كومة من الدراسات الطبية والأبحاث المنشورة. كان بيقلب صفحة ورا صفحة فيها نفس النتائج الكئيبة. كان بيشرب قهوة عشان يفضل صاحي، وكان بيقول إنه مش هينام غير لما يوصل لحل. وأخيراً بعد نص الليل لفت نظره تقرير تشريح جثة. لحد النقطة دي معظم الأطباء كانوا فاكرين إن المرض بتاع جينا ده بيسبب توقف الأعضاء عن طريق تآكل المخ، بس التقرير ده أشار إن ده مش صحيح. أسباب المرض مش بتأثر على المخ خالص. بدلاً من كده الفيروس بيقتل عن طريق تعطيل قدرة المخ على تنظيم وظائف الجسم الضرورية زي التنفس ونبض القلب، وده اللي بيسبب توقف الجسم كله عن العمل والموت. يعني هو مش بيسبب تلف المخ نفسه. دكتور رودني انبهر أكتر باللي كان بيقرأه بعد كده. التشريح وضح إن قبل ما كل واحد من الضحايا دول يموتوا جهازهم المناعي بدأ إن هو يقاوم، وده معناه إن المرض ممكن إن الجسم يقدر إن هو يتغلب عليه. بس المرض كان بيسبب توقف في الأعضاء بسرعة كبيرة قوي لدرجة إن الجهاز المناعي ما بيبقاش عنده فرصة إن هو يرد. دكتور رودني فكر لو في طريقة يوقف نشاط مخ جينا مؤقتا من غير ما يقتلها، يعني يعطل كده المخ شوية، ولو قدر يعمل كده مخها هيكون محمي من هجوم الفيروس القاتل، لأن المسببات بتاعة المرض هتكون ممنوعة من إن هي تسبب خلل في مخها وتدمر جسمها، وده هيدي لجهازها المناعي وقت عشان ينتج أجسام مضادة ويحارب الفيروس. وساعتها بس دكتور رودني خطرت له فكرة كده جريئة، ودي كانت الأمل الوحيد. وتاني يوم الصبح مامة جينا آن كانت مرعوبة جدا هي وزوجها جون وهم داخلين المكتب بتاع دكتور رودني. كانت متوقعة طبعا مناقشة عن ازاي تستعد لموت جينا، بس لما قعدوا قدام دكتور رودني قال لهم عن المعلومات الصادمة اللي اكتشفها ليلة امبارح. في الأول آن بدأت تحس بشوية أمل، لكن لما الدكتور شرح تفاصيل خطته حست إن هي رجعت تاني لكابوس أفظع بالنسبة لها. لأن بعد ما هو خلص شرح خطته المجنونة قام بصت له هي مش مصدقة. الدكتور عايز إن هو يدخل جينا في غيبوبة صناعية عميقة، يعني يقربها من الموت لدرجة إن دماغها تسكت تماما، ما يكونش عندها أي أفكار أو أي إشارات لباقي جسمها. كان بيقولهم إن جينا هتفضل عايشة على الأجهزة، وإن هي تحتاج تفضل في الغيبوبة دي لمدة 10 أيام على الأقل، وممكن إن هو يزود أكتر. هو كان بيأمل إن ده يكون وقت كافي تحارب فيه الفيروس اللي بيهاجم جسمها، واعترف لهم إن هم موافقتهم على اللي هو يعمله ده هيكونوا بيخاطروا بحياة جينا، وإن محدش جرب حاجة زي دي قبل كده، لو ما نجحتش جينا أكيد هتموت. بعدين قال لهم كمان
إن حتى لو الخطة بتاعته نجحت وجسم جينا قدر إنه يحارب المرض، مفيش ضمان إن هي تفوق من الغيبوبة الصناعية دي. دماغها ممكن ما تقدرش إن هي ترجع تاني لوظائفها الطبيعية، وهتفضل في حالة كده، حالة نباتية معتمدة على الأجهزة عشان تبقى عايشة لباقي حياتها. الفكرة دي طبعا رعبت آن، لكن لو عايزين ينقذوا حياة بنتهم فده للأسف الحل الوحيد. آن بصت لزوجها جون وهو هز راسه، وبكل شجاعة قالوا لدكتور رودني إن هم موافقين. في 10 أكتوبر دكتور رودني وفريق الجراحة اتجمعوا في غرفة العمليات، وجينا اتنقلت، والطبيب المسؤول عن التخدير اداها أدوية عشان يدخلها في غيبوبة صناعية. الغيبوبة هتساعد في تنظيم وظائف جذع الدماغ الروتينية زي التنفس والدورة الدموية. وبعد ما العملية خلصت، جينا اتنقلت تاني للعناية المركزة. دكتور رودني ما خرجش من المستشفى تقريبا في الكام يوم اللي بعدها. هو كان بيمر على أوضة جينا يسمع أصوات الأجهزة المنتظمة اللي كانت مسيطرة على وظائف جسمها. كان بيشوف والديها وهما بيصلوا جنبها على السرير وبيترجوا ربنا إنه ينقذ بنتهم. دكتور رودني قال إنه كمان كان بيدخل الأوضة بتاعته وبيقعد يصلي بالساعات وبيدعي من كل قلبه إن جينا تكون بخير. عدت 10 أيام، الانتظار كان لا يطاق. الدكتور كان بيقضي كل لحظة بيتمنى بقلق إن العلاج ده ينجح. أما والدين جينا فكانوا بيقضوا كل ثانية ممكنة جنب سرير بنتهم بيتمنوا إن هي تفوق. وأخيراً جه الوقت إن هم يخرجوها من الغيبوبة دي ويشوفوا لو جسمها قدر إن هو يحارب المرض ده ولا لأ. وعلى مدار اليوم رودني قلل كمية الأدوية اللي مخلية مخ جينا نايمة، ولو كل حاجة مشت صح هي هتقدر إن هي تفوق لوحدها قريب. لكن مع مرور الساعات جهاز مراقبة نشاط دماغها كان لسه خط مستقيم. دي كانت للأسف علامة وحشة. لو الجهاز ما بدأش يبين حاجة قريبة فللأسف جينا ممكن إنها ما تقومش أبدا. وتاني يوم الصبح رودني جه جري على الشغل، جري على أوضة جينا وفحص جهاز المراقبة بتاع نشاط دماغها تاني. الشاشة كانت بتبين خط مستقيم مع نبضات حركة صغيرة جدا عليه، وده معناه إن دماغ جينا بدأت إن هي تشتغل. الدكتور بدأ يتنفس، ما كانش مصدق إن خطته ممكن تنجح فعلا، لكن جينا لسه ما كانتش فاقت فعلا من الغيبوبة. لما آن وجون وصلوا المستشفى بعدها الصبح، رودني وداهم للسرير بتاع جينا. وقف آن فوق وش جينا كده، وبعدين فتح عينيها بالأداة اللي بيستخدمها أطباء العيون عشان يفتحوا عين المريض أثناء ما بيكونوا بيعملوا عمليات. يعني الدكتور استخدمها مثلا لما كنت بعمل عملية الليزك، ودي بتمنع المريض إنه يرمش عينه. رودني كان بيتفرج على بؤبؤ عين جينا وهو بيتملي بالضوء، وأثناء ما كان بيعمل كده جينا فاقت. هو كان شايف عينيها بتتحرك يمين وشمال بتبص حوالين الأوضة، وبعدين أخيرا عينيها استقرت على وش مامتها. بؤبؤ عين جينا وسع لما الاتنين اتعرفوا على بعض، ودكتور عرف إن هي اتعرفت على مامتها، يعني معنى كده إن دماغها شغالة. الأم كمان فهمت اللي حصل، ابتسمت للدكتور ابتسامة امتنان وعينيها دمعت. هو كان بيتنفس، كان طاير من الفرحة إن الخطة بتاعته نجحت. بس لما طلع المطرقة بتاعته كده العصبية وخبط على ركبة جينا ما ادتش أي رد فعل. حاول تاني لكن للأسف مفيش أمل. في اللحظة دي هو اتوتر جدا. حتى لو جينا لسه دايخة، جسمها المفروض يكون عنده رد فعل طبيعي. هو حاول يحافظ على تعبير محايد، لكن كان عارف إن آن وجون حاسين إن للأسف في حاجة غلط. ما كانش عارف يقولهم إزاي إن جينا فاقت لكن للأسف جسمها مشلول. هي حرفياً محبوسة جوه جسمها. الحالة دي اسمها متلازمة الانحباس، وهي عبارة عن اضطراب نادر في الجهاز العصبي. الناس اللي عندها متلازمة الانحباس بيكونوا مشلولين ما عدا العضلات اللي بتتحكم في حركة العين. يعني بيكونوا واعيين، يقدروا ان هم يفكروا وينطقوا ويقدروا يسمعوا ويشوفوا، لكن ما يقدروش ان هم يتحركوا او يتكلموا. ما كانش في حاجة دكتور رودني يقدر ان هو يعملها عشان يساعد جينا. املهم الوحيد كان ان هم ينتظروا ويشوفوا لو في اي حاجة هتتغير. وفي الليلة دي لما رجع البيت هو بيقول ان هو صلى لربنا عشان يغفر له. حس ان هو حكم على جينا بمصير أسوأ من الموت. يعني هي ممكن مثلا تعيش 60 سنة في جسمها وهي محبوسة جواه كده، مش بتتحرك، مش قادرة تعمل اي حاجة، قاعدة كده مستنية الموت.
كان بيتخيل قد إيه ده هيكون مرعب لجينا إن هي تمر بده بعد ما كانت هتموت من مرض مميت، وبعد ما كانت لاعبة مشهورة بنوتة مقبلة على الحياة. عين جينا كانت بتتحرك حواليها في الأوضة، لكن جسمها كان ساكن على سرير المستشفى، واليوم اللي بعده للأسف كان نفس الكلام بالظبط. وفي صباح تالت يوم بعد ما جينا فاقت، هو وصل المستشفى وحاسس برعب. وقف عند أوضة جينا الأول، خد ملفها من على الباب، وبعدين راح للسرير بتاعها، طلع برضو المطرقة بتاعته، بعدين قرب من ركبة جينا وبدأ إن هو يخبط عليها. والمفاجأة إن جينا اتحركت. بعد شوية آن وجون وصلوا أوضة جينا، ودكتور رودني طلب منهم بلهفة إنهم يتفرجوا وهو بيخبط على ركبة جينا تاني. وفعلا عضلاتها انقبضت، وعين والدين جينا وسعت، كانوا هيطيروا من الفرحة. بعد أسبوعين من العيشة على خيوط رفيعة من الأمل، بدأوا إنهم يعيطوا، المرة دي هيعيطوا من الفرحة. بعد 3 شهور جينا خدت نفس عميق وفتحت عينيها. كانت رجعت بيتها في أوضتها، رغم إنها خرجت من المستشفى من أسبوع. كانت لسه قلقانة إن هي تفوق في أوضة المستشفى البيضة المرعبة وتلاقي نفسها متوصلة بأجهزة ومش قادرة تتحرك. وصفت الخروج من الغيبوبة لما كانوا بيفوقوها بقى كان عامل إزاي. كانت بتقول إن هي كانت عاملة زي ما تكون تحت المية، سمع أصوات مكتومة لناس تعرفهم، تشوف صور مشوشة لوشوشهم، لكن مش قادرة إن هي تفوق لحد ما دكتور رودني فتح عينيها. والإحساس أخد أيام عشان يرجع تاني لجسمها. في الأول قدرت إن هي تحرك جفونها، بعدين قدرت تحرك صوابعها، وفي الآخر قدرت إن هي تحس بمامتها وهي ماسكة إيديها. لكن حتى لما الدنيا بدأت تبان واضحة لجينا، ما كانتش بتقدر تتحرك كويس لوحدها، وحتى لو كانت فاهمة اللي الناس بتقوله ما كانتش بتقدر ترد. والديها والممرضات في المستشفى كانوا بيعملوا كل حاجة ليها زي الاستحمام والأكل، وقضت شهرين بتتعلم تاني إزاي تمشي وإزاي تقول كلمات بسيطة. طبعا احنا ممكن نحكم على الموضوع ونشوف إن لأ، يعني هي ماشي رجعت، بس عندها حاجات كتير بتعيق حركتها، وبرضو أكيد مش رجعت زي الأول. لكن هي مع الوقت هترجع تعيش حياتها الطبيعية. جينا كمان كانت ممتنة إن هي لسه عايشة، ورغم إن وقتها في المستشفى كان ضبابي، جينا كانت فاكرة كل تفصيلة عن إزاي مرضها المميت ده بدأ. قبل شهر واحد بس من لما الأعراض دي تظهر، جينا وعيلتها كانوا قاعدين يوم الحد في الكنيسة، وبعد دقايق جينا بصت لفوق وشافت حاجة صغيرة قوي سودة بتطير حوالين السقف. كان عصفور صغير بيحاول إن هو يخرج بره، لكن ما كانش بيتحرك ناحية أي شباك مفتوح، وبدلا من كده كان بينزل ناحية المقاعد بتاعة الكنيسة. وكل مرة بينزل فيها معظم الناس في الكنيسة كانوا بيكونوا متضايقين، بيزقوه بالطواقي بتاعتهم لحد ما بيطير تاني. بعدين العصفور ده خبط في واحد من المشرفين اللي قدر إن هو يخبطه من الجو بسلة التبرعات، وقع على الأرض والطائر ده كان مخضوض. هنا جينا كانت بتعشق الحيوانات، حست بالأسف على العصفور الصغير، فقامت من مكانها جرت على آخر الكنيسة وشالته. ولكن لما جينا شالت العصفور الصغير ده في إيديها، بصت عليه كويس واكتشفت إن ده مش عصفور، ده خفاش. طلعت بره الكنيسة، فتحت إيديها عشان تطيره، لكن في اللحظة دي الخفاش عض صابعها جامد. جينا كانت هتصرخ، لكن عرفت إن في أولاد صغيرين بيتفرجوا عليها من جوه الكنيسة، ما كانتش عايزة تخوفهم. عضت على شفايفها جامد وشالت ايديها بعيد عن الخفاش وخلته يطير فوق عشب الكنيسة. جينا اتفرجت عليه وهو بيطير، بعدين مسكت صباعها ونقطة دم الصغيرة طلعت من المكان اللي الخفاش جرحها فيه. جينا غسلت ايديها في الحمام، وبعدين رجعت مكانها تاني جنب والديها وهي مبتسمة. الناس في الكنيسة كانوا بيبصولها وبيشكروها على اللي هي عملته. جينا قالت لوالديها في اللحظة دي إن العصفور طلع خفاش، لكن محدش فيهم فكر إن في اللحظة اللي أنياب الخفاش الصغيرة دي جرحت فيها جلد جينا، في مرض مميت مسك في واحد من أعصاب صبعها، وعلى مدار الشهر اللي بعده المرض المميت ده انتشر وكبر. طلع في دراع جينا، بعدين استقر في دماغها، وده سبب لها أعراض زي الأنفلونزا وإن هي تشوف الوشوش مشوشة كده، وخلى جسمها يبدأ يتنفض ولعابها يسيل بشكل مش طبيعي. وفي الآخر العضة بتاعت الخفاش دي وصلتها لعلاج دكتور رودني. لكن في الوقت ده للأسف كان خلاص فات الأوان، لأن جينا بقى عندها مرض السعار. واتضح إن كل اللي بيحصل لجينا ده وكل الحاجات اللي كانت بتحس بيها بسبب عضة خفاش صغيرة قوي. فخلونا بقى نتكلم عن مرض السعار.
السعار هو عدوى فيروسية حادة بتتنقل للبشر عن طريق عضة أو عن طريق تعرض جرح في الجلد للعاب حيوان مصاب. وخلوني أقول لكم الحيوانات اللي ممكن تنقل الموضوع ده: الكلاب والقطط اللي موجودين في الشوارع لأنهم في الأغلب بيكونوا مش متطعمين. الخفافيش برضو مصدر مهم جدا للسعار في بعض الدول، والناس اللي تعرضت لخدش مثلا من الخفاش بيقولوا إن هي بتكون يعني حاجة بسيطة قوي لدرجة إن أنت مش بتحس بيها. الثعلب برضو لو عضك أو خدشك أو حتى اللعاب بتاعه جه عليك ممكن إن هو يصيبك برضو بالسعار. الركن، الذئاب، القوارض الكبيرة، وبرضو القرود. يعني من الآخر أي حيوان أو أي طائر موجودين في الشارع ومش متطعمين، وهو أصلا بيكون في الغالب هما مش متطعمين، لو خربشك أو اللعاب بتاعه جه عليك أو عضك لازم فورا تروح المستشفى. لأن السعار في البداية بيتعالج باللقاح، بس لازم يتاخد في خلال 24 ل 42 ساعة من الإصابة، ولو اتساب من غير علاج للأسف بيكون مميت. هو بيسبب تلف كبير ومتزايد في المخ والحبل الشوكي، ولما بيوصل للمخ بيكون فات الأوان تقريبا لمنع الموت. الضحايا بيموتوا موت مؤلم، بيمروا بهذيان، سلوك غير طبيعي، وهلوسة وأرق. لكن بفضل فكرة دكتور رودني الجريئة، جينا بقت أول شخص ينجو من حالة سعار متقدمة من غير لقاح من ساعتها. في أطباء تانيين استخدموا التقنية اللي ابتكرها دكتور رودني لعلاج مرضى السعار لما بيكونوا مش مؤهلين للقاح. التقنية دي للأسف مش كل مرة بتنجح، يعني مش معنى إن التقنية دي نجحت مثلا مع كذا شخص إن هي تنجح مع كل الناس. بعض المرضى بعد ما بيجربوها بيموتوا، والبعض التاني بيقدر إن هو يتعافى. جينا أخدت 2 عشان ترجع مهاراتها اللغوية والحركية، والحمد لله إن هي خلصت المدرسة الثانوية بتاعتها في نفس الوقت مع باقي دفعتها. وبعد التخرج دخلت جامعة عشان كانت عايزة إن هي تدرس بيولوجي، وتخصصت في الحيوانات. وفي واحدة من الحصص بتاعتها جينا درست الخفافيش، ومع الوقت خوفها منهم بدأ يختفى، بالعكس بقت بتحبهم. وفي الآخر جينا جيسي فضلت عايشة، فضلت قصتها علامة في التاريخ الطبي، مش بس عشان نجت من مرض قاتل، لكن علشان كانت أول شعاع نور في طريق ناس كتير بعديها. جينا علمتنا إن حتى في أضيق الظروف ممكن الأمل يكون أقوى من أي مرض، وإن العلم لما بيكون وراه إرادة ممكن إن هو يخلق المعجزات. افتكروا دايما إن مهما الدنيا ظلمت لسه في فرصة للنجاة، لسه في فرصة للأمل. وبس كده حلقتنا خلصت. أتمنى إن أول حلقة من النوع ده تكون عجبتكم. أنا عن نفسي عجبتني جدا، يعني حاسة فيها فعلا بأمل وتفاؤل، وإن أنا مبسوطة قوي طول ما أنا بعمل الحلقة، وعارفة إن هي تنجو في النهاية. والطريقة اللي الطبيب بتاعها ابتكرها عشان ينقذها بيها برضو كانت مفرحاني قوي، إن هو فكر وما استسلمش. يعني هو كان ممكن إن هو يريح دماغه، بس هو اختار إن هو ما يعملش كده. فزي ما قلت لكم بجد، وانا بكتب الحلقة وانا بسجلها والله كنت حاسة في الاخر كده بقى لما بكتب خلاص ان هي خلاص فاقت وكل الكلام ده، كنت حاسة ان انا مبسوطة فعلا. فأتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم، ويا ريت لو عجبتكم ما تنسوش تقولوا لي رأيكم، وهل عجبكم المحتوى ولا لا، وبرضه ما تنسوش تعملوا لايك. وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة.